السلام عليكم. اليوم رح نعمل رز بحليب ورح نحتاج ل4 كوب من الحليب ونص كوب من الرز حبة صغيرة مغسل، سكر 4 ملاعق أو حسب الذوق، مسكة طاحنتها مع السكر، معلقة كبيرة مي زهر، وفستق ناعم مطحون للتزيين. وهلا رح اضيف الرز على الحليب وهلا بحطهم على نار هادية على الغاز. وهلا حطيت الرز بحليب على النار على نار هادية، ومن وقت للتاني بدي حركه بالشريط كل 10 دقايق كل ربع ساعة بحرك الحليب. هلا بعد ساعة صاروا الحليب بهالكثافة هيدي. هلا بهالوقت فينا نحط السكر على حسب الذوق. هلا شوفوا كيف صار الكثافة كالحليب. هلا غطوا الطنجرة، انتو بس تحطوه على النار غطوا الطنجرة، هيدا بيساعد انه يستوي الرز اسرع ويتكثف كمان. هلا انا ضفت السكر على حسب الذوق، رح اضيف المسكة هلا صار بهالكثافة. هلا بطفي النار عنه وبضيف المزهر. وهلا رز بحليب بس يصير بهالكثافة خلص صار جاهز للتقديم، وبتسكبوه دغري بالكاسات قبل ما يبرد. بعد ما سكبت الرز بحليب بالكاسات هلا رح احطهم بالبراد لمدة ساعتين لحتى يصيروا جاهزين للتقديم. وهلا الرز بحليب صار جاهز للتقديم، وبتمنى تكون عجبتكم هيدي الحلقة. Please like, share and subscribe. Bye bye.